يقول مولانا المقريزي في مجلده المهم السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء الثاني صاد 453، والكاتب الكبير ناصر حجي في أحوال العامة في حكم المماليك سنة 1283 ميلادية. بدأت الحكاية سنة 1340 لما اشتد المرض على السلطان الملك الناصر، وكان وقتها المصريين بيجروا يخطفوا العيش من الدكاكين. ووقتها كان الأمير سيف الدين طاجار الدودار قعد مع قاضي القضاة عز الدين، والناس المصريين طلعوا بمظاهرات شديدة وعارمة بسبب أزمة الخبز. طلب الشريف المحتسب نجم الدين والي القاهرة الناس ونزل على المصريين، شتمهم وضربهم وشهرهم. فالوالي ما كان منه إلا إنه نزل على أصحاب المخابز والفران وعلق بعضهم في ميدان الرميلة وخوزق بعضهم وأهنهم عشان يرجعوا يخفضوا ثمن الخبز. وصدر مرسوم من والي القاهرة نجم الدين، وقال ترحموا على السلطان السعيد الشهيد، وذلك خوفا من حدوث ارتفاع آخر في الأسعار. لكن في ربيع الأول سنة 775 هجرية الموافق 1373 ميلادية، زي ما كتب المؤرخ الكبير الشجاعي في كتابه تاريخ الملك الناصر محمد الصالح، حصل وقتها انه اردب القمح اتباع ب120 درهم، والشعير اتباع ب80. وفجأة من غير اي مقدمات طلع بطل شعبي مجهول محدش يعرفه، لكن سجله الشجاعي وقال على ما قام به هذا المصري الشجاع، واحد حرفوش محدش يعرف اسمه، لكن الشجاعي يبدو انه كان قريب من ميدان الرميلة او كان طالع للقلعة، فسمع مواطن او شخص مصري بيقول اقتلوا سلطانكم ترخص اسعاركم ويجري ماؤكم. لما السلطان سمع هذا الامر اللي هو كان وقتها السلطان الاشرف سفيان، جري قبض عليه وجلده وضربه بالمقارع، زي ما يكون هذا البني آدم الحرفوش اللي طلع فجأة بطل، وطردوا من القاهرة ولم يعرف أحد عن هذا الرجل شيئا في ذلك الزمن. ربما مات أو قتل في صحراء المماليك، لكن هو كان سبب في أن السلطان الأشرف سفيان جاب الفقراء والغلابة ووزعهم على الأمراء وعساكر المماليك عشان يأكلوهم ويشربوهم، لأن الأزمة كانت شديدة الصعوبة. مع ذلك في السنة السوداء دي النيل قل وانخفض، فما كان من نائبه كان اسمه منجك، ميم نون جيم كاف، اللي هو منجك ابن عبد الله اليوسفي الناصري ابن محمد ابن قلاوون. وكان واحد من الأمراء زي ما بتقول كتب التاريخ، كان كويس. الراجل ده قام وزع كل الفقراء على الأمراء بحيث يأكلوهم، وكل واحد ياخد شوية من الفقراء، وأمر بفتح شون الغلال وفرقها على الغلابة والمساكين
بالويبة، عارفين يقول له خد بالويبة. هو كده حاجة يعني قفة كده كان يحط له فيها الايه القمح والغلة. وكانت سبب الحرفوش اللي طلع واعترض انه بعد كده تحسنت الاحوال، وبسبب قيام المصريين بالغضب على الاشرف سفيان، جه بعد كده اختار المحتسب علاء الدين ابن عرب. ومع ذلك هذا المحتسب الجديد لم يظهر كفاءة، فما كان من ان المصريين غضبوا ضده، وبرضه قعدوا يتظاهروا ضده لغاية ما السلطان عزله وعين محمد ابن تقطمر مكانه.